انت كنت من اعضاء الحزب المنحل؟ ايوه. ما كنتش بتفوت فرصة غير لما توجب مع المخلوع وعيلته؟ يوه ما تعدش. دخلت المجلس قبل كده بالتزوير؟ هتودينا في داهيه. ايوه يا سيدي. طب نفسك تدخله تاني بعد الثورة؟ يا ريت، ايدي على كتفك. اولا تغير شكلك وتعمل نيو لوك، يعني يبقى شكلك كده او كده. اللهم قوي ايمانك. او حتى كده. كيف الناس بعيد فلان، كيف الناس بعيد فلان، كيف تريد الجيل تخطبها المدارك من طالبها والشايب حسب يا استاذ، ايوه خليك معايا. ايوه. ثانيا تعمل حزب جديد ما يكونش ليه اي علاقة بالحزب المنحل، وتسميه اسم ثوري كده، يعني مثلا حزب البداية او حزب الحرية او مصر القومي، او مصر التنميه، او مصر الحديثه، او المواطن المصري، او اقول لك الاتحاد، كله بعضه كده. برافو عليك. ثالثا بقى تطلع في وسائل الاعلام وكأنك من مفجري الثورة. يا فندم انا وولادي كنا في التحرير من اول يوم. وخد عندك الانفراد ده، انا من الناس اللي حاموا الثوره. طبعا يا ابني، ده انا كنت واقف انا وولادي كلنا حوالين شله كده واحده، وحوالينا الناس، وكنا بنقف كده ونرمي الطوب. ايوه كنت. المهم نرجع لموضوعنا. انا بطالب حكومه شرف بتنفيذ مطالب الثوره طبعا، وبطالب المجلس العسكري. اوعى تجيب سيرة المجلس العسكري، والا تاني يوم هتلاقي قانون الغدر صدر في لحظة. لا ده المجلس العسكري ده فوق دماغنا يا عم من فوق. طب اديك جيت على سهو اهو. دايما ده حبيب قلبي. اخر نقطة بقى يا حلو، لو كل اللي فات ده منفعش والعيال بتوع الفيسبوك فقاسوك، تجري بسرعة وتنضم لحزب من احزاب المعارضة العريقة زي حزب الورد مثلا. حزب الورد؟ طب وده يرضوا؟ يا سيدي كله بتمنه. انسان انتخابات زمان، المجلس مشتكي التصويت يا جدعان، محتاج لي مفهومين.